أيها السادة من القاهرة، لكم التحية وإليكم النشرة الرياضية على الهواء مباشرة. نبدأها بأهم العناوين. تفاصيل الأخبار. أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المونتينيجري نيبوشا عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون. قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي السفر إلى الإسكندرية يوم الخميس. اعتمد اتحاد الكرة خلال اجتماعه الذي عقد أمس خوض المنتخب. الأخبار العربية مشاهدينا الكرام، نجح منتخب عمان في تعزيز آماله بالتأهل إلى نصف نهائي خليج 23 بفوزه على نظيره الكويتي الذي ودع من الدور الأول بهدف نظيف مساء أمس. قرر اتحاد كرة القدم الجزائري السماح للأندية المنافسة بدوري المحترفين بضم 4 لاعبين لكل ناد خلال سوق الانتقالات الشتوية التي انطلقت منتصف الشهر الحالي وتنتهي في منتصف يناير المقبل. وكان يحق لكل ناد ضم 3 لاعبين على الأكثر خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكن تقرر رفع العدد إلى 4 لاعبين بناء على تكرار المطالبة من جانب الأندية. وإلى الأخبار العالمية مشاهدينا الكرام، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مهاجم ساوثهامبتون شارلي أوستن 3 مباريات متتالية، وكان هذا على مسؤول فريق ريال مدريد الإسباني على الصفقات التي سيتم التعاقد. تقدم فيتالي موتوكو رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم باستقالته مؤقتا لمدة 6 أشهر بسبب تعارض المصالح حسبما نشرت الصحف الروسية، ويأتي ذلك على خلفية قضايا المنشطات التي عصفت بالرياضة الروسية خلال العام الماضي والجاري، حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة الروسي مساء أمس في جلسة عاجلة لمناقشة التطورات، والتي خسر خلالها موتوكو منصبه لمدة 6 أشهر. ولم يعرف بعد مصير اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 بروسيا، وأغلب الظن حسبما أشار التقرير أن يستمر أليكسي سوركين في قيادتها. مشاهدينا في كل مكان، أخبارنا الرياضية انتهت، والآن تذكير بأهم العناوين. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا نصل لختام نشرتنا الرياضية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه.